اهلا بيكم شباب سنه اولى تجاره انجلش. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض في ماده الاكاونتنج تشابتر 3، واللي بيتكلم عن adjusting the accounts. تاني، النهارده ان شاء الله في فيديو النهارده بنشرح مع بعض الشابتر 3، وبكده نكون ماشيين كويس جدا مع الاكاونتنج في الكليه. التشابتر ده يا شباب احنا هنشرحه على جزئين، يعني فيديو النهارده هيكون بارت 1، والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنخلص شابتر 3. بس قبل ما نبدأ مع بعض انا حابب اطمنك ان قبل ما الامتحانات تبدأ ان شاء الله هنعمل ريفيجن شاملة على المادتين، سواء الايكونوميك او الاكاونتنج. ودي هتكون شاملة مراجعة المنهج كامل في المادتين بلس حل الأسئلة، عشان نعرف بقى الامتحان الافكار بتاعت الاسئله سواء في الايكونومي او في الاكاونتنج بتيجي ازاي، وازاي نعرف نحلها. تمام. ومع كل فيديو برضو حابب افكرك ان مع كل فيديو انا بنزل في الديسكريبشن البي دي اف اللي احنا بنشرحه ده، بحيث ان هو يكون معاك مرجع وتقدر ان انت تذاكر منه. طيب، يلا بينا نبدأ في الشابتر 3. وما تنساش قبل ما نبدأ تدوس لايك وسبسكرايب، ويا ريت تشير القناة مع اصحابك في الكلية. طيب، احنا الاول يعني ايه adjusting the account؟ adjusting the account يعني التعديل على القيود المحاسبية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطة احنا لما حصل economic event جوه الشركة مثلا عملت مبيعات او حققت ريفينيو. طيب، احنا عرفنا بقى ازاي بنسجل القيود من التشابتر اللي فات او من الفيديو اللي فات، وهسيب لك الديسكريبشن، الفيديو في الديسكريبشن عشان ترجع ليه. طيب، احنا عرفنا ان الشركه لما تحقق ايرادات او تحقق ريفينيو، كنا بنقول ان الريفينيو دوت بيزيد في الكريدت سايد، وبيقابله ان الكاش بيزيد في الديبت سايد. يعني لما نيجي نعمل الترانزاكشن بنقول ان الكاش زاد بقد كده في الديبت سايد، وبنقول ان الريفينيو هو كمان زاد في الكريدت سايد. طيب، جميل جدا. التعديل بقى على القيود المحاسبية اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة ده معناه ان في ترانزاكشن تمت مثلا في اول السنة، وبعد فترة معينة حصل تعديل عليها. مثلا كنا بنشتري بضاعة، والبضاعة ديت زودنا عليها كمية كمان وبعنا منها، ففي الاخر بنعمل عملية ادجستنج او تعديل. لو مش فاهم يلا بينا نفهم اكتر. تعال نفتكر الاول مع بعض الاكاونتنج سايكل او الدورة المحاسبية. والله احنا قلنا ان الدورة المحاسبية ديت عبارة عن series of، يعني مجموعة من او group of، مجموعة من الخطوات اللي احنا بنتبعها عشان نعمل ايه؟ قال لك والله احنا بنعمل الدورة المحاسبية ديت وبنتبع خطواتها عشان نسجل الاكاونتنج ترانزاكشن. ايه بقى هي الاكاونتنج ترانزاكشن؟ احنا واخدينها من التشابتر الاولاني، من اول التشابتر اللي هي الايكونوميك ايفنتس. قلنا كل ايكونوميك ايفنتس او كل حركة بتتم جوه الشركة لازم تتسجل في ترانزاكشن، وعرفنا التسجيل في التشابتر اللي فات. طيب، بنعمل ايه تاني بالدورة المحاسبية؟ قال لك احنا بنسجل بقى القيود ديت جوه الدفاتر المحاسبية عشان نعمل بريبيرنج او تجهيز واعداد للفاينانشال ستيتمنتس اللي هي القوائم المالية. واحنا كنا خدنا في التشابتر 1 ازاي بنعمل القائمة المالية، سواء الانكم ستيتمنت او البالانس شيت. وفي فيديو النهارده ان شاء الله مجمع لك اسئله ضمه كل الشابترز اللي خدناها. يعني هناخد اسئله ازاي بيجيب في الامتحان الاسئله ضمه اكتر من فكره من شابتر 1 و2 و3. طيب، تعالى بقى كده نفتكر مع بعض الكلام اللي احنا خدناه في الفيديو اللي فات او في الشابتر اللي فات. احنا قلنا ان المحاسب جوه الشركه عشان يعمل القيود المحاسبيه او الاكاونتنج ترانزاكشن بيبدا برقم واحد، بيعمل انالايزنج للايكونوميك ايفنت. دي فايدتها ايه بقى الانالايزنج ديت او التحليل للمعامله الماليه ديت؟ قال لك الهدف منها نشوف الديبت والكريدت بيزيد امتى وبيقل امتى. طيب، وايه تاني؟ قال لك رقم اتنين ان احنا بقى بعد ما عملنا عمليه التحليل ديت
نبدأ نعمل جورناليزنج. يعني ايه بقى نعمل جورناليزنج؟ يعني نعمل تسجيل، يعني نبدأ في مرحلة الريكوردينج. تمام. وبعد كده قلنا بنعمل عملية البوستنج اللي هي عملية الترحيل. بعد ما عرفنا بقى وسجلنا المعاملات جوه الدفاتر المحاسبية، بتبدأ عملية الترحيل للجنرال ليدجر. ركز بقى معايا وافتكر واحدة واحدة. احنا قلنا ان الجورناليزنج دي بتتم فين؟ دي بتتم في الجنرال جورنال اللي هو دفتر اليومية العامة. بعد ما بنسجلها هنا بنروح على طول للبوستنج. ايه البوستنج؟ ان احنا بنرحل الارصدة اللي عملناها في رقم بي، نرحلها للجنرال ليدجر او دفتر الاستاذ العام. جميل جدا. وبعد كده نبدأ بقى ايه؟ الترايل بالانس. احنا لحد كده بنتكلم في تشابتر 2. قال لك بس الترايل بالانس ديت اللي احنا عملناها او ميزان المراجعة ده بيكون عبارة عن كل الأرصدة بيفور ادجستمنت. ركز بقى هنا اهو، بيفور الادجستمنت، قبل اي تعديل على القيود. طب وبعد كده ايه اللي بيتم؟ قال لك بقى دي الخطوات اللي بتتم وبنشرحها في شابتر 3. قال لك بعد ما بنحط الارصده في الترايل بالانس او بنسجلها في الترايل بالانس اللي هو ميزان المراجعه، بتحصل عمليه ادجستنج انتري. هنا بقى يبدا التعديل. بعد ما اشترينا مثلا سبلايز، ادوات مكتبيه جوه الشركه وسجلناها، جينا نبص في اخر السنه لقينا ان السبلايز ديت احنا خلال السنه اشترينا، يعني زودنا سبلايز، وكمان بعنا يعني قللنا سبلايز. طب والارصده اللي احنا سجلناها هنا في الترايل بالانس؟ قال لك ما عشان كده بقى بتتم خطوه رقم 2 اللي هي الادجستنج. بعد ما بنعمل الترايل بالانس هنرجع تاني نعدل في القيود عشان نطلع ايه؟ نطلع ترايل بالانس جديد يكون افتر ادجستمنت. كل ده هنفهمه، بس انا بدي لك الجزء النظري. طيب، خلصنا بقى وجبنا الارصده في ميزان المراجعه او في الترايل بالانس افتر ادجستمنت. نبدا نعمل ايه؟ نعمل الفاينانشال ستيتمنتس اللي هي القوائم الماليه. وبعد ما نخلص القوائم الماليه بتحصل عمليه اسمها الكلوزنج انتريز. الكلوزنج انتريز اللي هي ارصده الاقفال او قيود الاقفال في نهايه السنه. طيب يعني ايه بقى الكلام دوت؟ الكلام دوت هنفهمه بقى من اللي جاي. فهنا بيقول لك خلي بالك ان انت عندك عمليه الانالايزنج اللي بتتم، وبعديها الجورناليزنج، وبعد كده تعمل ترحيل يعني بوستنج. كل دول بيتموا في ديال ستيبس. يعني ايه بقى ديال ستيبس؟ يعني انت الكلام دوت جوه الشركه بتعمله افري داي. يعني احنا كل يوم جوه الشركه بنحلل الايكونوميك ايفنتس ونعمل لها جورناليزنج، نسجلها في الدفاتر المحاسبيه، وكمان نرحلها للترايل بالانس او نرحلها لدفتر الجنرال ليدجر. طيب دول بيحصلوا امتى؟ بيحصلوا كل يوم. لكن ان انت تحط ارصده في الترايل بالانس بيفور ادجستنج، يعني انت بقى تطلع ميزان مراجعه قبل ما تعمل اي تعديلات، وكمان بعد ما تعمل التعديلات بتاعتك او الادجستنج انتريز، وتطلع بعديها الترايل بالانس بعد عمليه الادجستنج، وكمان تعمل الفاينانشال ستيتمنتس. الاربع خطوات دول بيكون انترم ستيبس. طب يعني ايه انترم ستيبس؟ يعني بتتم بصوره مانثلي او شهريه، كل شهر نعمل الكلام دوت، او كوارترلي يعني ربع سنويه. يعني ايه ربع سنوي؟ يعني كل 3 شهور. تمام. طيب يبقى انا تاني، الانالايزنج والجورناليزنج والبوستنج دي بتتم كل يوم، يعني دي الستبس. لكن الترايل بالانس قبل التعديل، وعمليه الادجستنج اللي هي التعديل، ونرجع تاني نجيب الترايل بالانس افتر ادجستنج ونطلع منها الفاينانشال ستيتمنت، دي بتتم ان ترم ستيبس. يعني ايه بقى ان ترم ستيبس؟ يعني دي بنعملها يا اما كل شهر يا اما كوارترلي اللي هي كل 3 شهور. واخيرا نعمل عمليه الكلوزنج انتري والترايل بالانس افتر كلوزنج، ودي بتتم
بشكل yearly basis او سنويا. طيب كل بقى الخطوات اللي احنا قلنا عليها دي دلوقتي، سواء adjusting او journalizing والكلام ده كله والانالايزنج والفاينانشال ستيتمنت، كل الستبس ديت بتكون مانداتوري. يعني ايه مانداتوري؟ يعني دي خطوات او عمليه الزاميه. طب يعني ايه بقى الزاميه؟ يعني ممكن يجيبها لك في الامتحان بمسمى تاني اسمه نوت. دي الزاميه يعني نوت اوبشنال. اه دي مش عمليه اختياريه. مش انت مثلا في شركه اكس تروح تعمل الخطوات ديت وفي شركه تانية محاسب ما يعملهاش، لا، دي خطوات الزاميه لازم تتعمل، وبيجيبها لك في الامتحان بصيغه تانية اسمها not optional، يعني الزاميه او مش عمليه اختياريه. طيب احنا بقى الاكاونتنج فاينانشال ستيتمنت او الجورناليزنج او الترايل بالانس او كل الخطوات اللي احنا بنقول عليها دي بتتم امتى في الشركات؟ بتتم وفقا للفيسكال يير مش الكالندر يير. طب ايه الفرق؟ الفيسكال يير دي اللي بتنتهي في 31/12 من سنة اكس، دي اللي بتنتهي، دي نهاية السنة المالية جوه الشركات. لكن الكالندر يير دي اللي بتبتدي في جانيوري وبتنتهي في ديسمبر. طيب الشركات بتتبع انهي يير فيهم؟ احنا بنعمل كل الترانزاكشن او كل الاكاونتنج ترانزاكشن وفقا للفيسكال يير اللي بتنتهي في 31/12. وعشان كده نفتكر مع بعض ان الفاينانشال ستيتمنتس لما كنا بنيجي نعملها كنا بنقول مثلا هنعمل الانكم ستيتمنت ونحط تحتيها اندد ات، كنا بنقول لازم نكتب اندد ات 31/12/2020 مثلا. طيب تعالوا بقى مع بعض نبدأ ناخد كمان مصطلحين اسمهم الاكرول بيزس والكاش بيزس. طيب ايه مصطلح الاكرول بيزس ده؟ الاكرول بيزس قال لك الاكرول بيزس ده مبدأ اسمه الاستحقاق مبدأ الاستحقاق المحاسبي. يعني ايه مبدأ الاستحقاق المحاسبي دوت؟ قال لك احنا عايزين نعرف يا ترى الشركات بتسجل ايراداتها امتى وفقا للمبدأ ده، ومصاريفها بتسجلها امتى وفقا للمبدأ ده. طيب بص كده، بيقول لك ان الريفينيوز او الايرادات بتتسجل امتى؟ لما تتم عملية الخدمة، لما الشركة تقدم الخدمة بتاعتها او تبيع المنتج at point of sale. يعني ايه at point of sale؟ يعني لما تعمل عملية البيع، دي بنسميها البي او اس. البي او اس بوينت اوف سيل. طيب يبقى انا كشركه لما اجي اقدم خدمه والخدمه خلاص تمتها يعني قدمتها، او اني اكون عملت عمليه البيع يعني بعت المنتج بتاعي، ساعتها اقدر اسجل الريفينيو بتاعتي. طيب انت استلمت فلوس ولا لسه؟ قال لك لا. بص بقى، ريجاردلس، بغض النظر هل انت استلمت الايراد ده فعلا ولا لسه ما استلمتهوش. يعني ايه؟ انا مش فاهم. يعني تعالى نفترض مثلا ان الشركه اكس دي بتبيع شيبسي. لما جت تبيع الشيبسي خلاص عملت عمليه البيع يعني تمت عمليه البيع. طيب يبقى في الحاله ديت هنسجل فلوس كيس الشيبسي دوت كايراد. هنا نسجله بقى، نبدا نسجله وفقا لايه؟ للمبدا بتاع الاكرول بيزس، مبدا الاستحقاق. طيب بغض النظر هنسجلها في الدفاتر المحاسبيه بغض النظر هل احنا فعلا استلمنا الفلوس بتاعت الايراد دي ولا لسه ما استلمناهاش. يعني لو نفترض ان كيس الشيبس ده بعناه ب 10 جنيه، ال 10 جنيه ديت لو احنا استلمناها هنسجلها كريفينيو في مبدأ الاستحقاق.
طب الراجل قال لي اصبر عليا شويه، يعني حققنا اكونت ريسيفبل وبقى لينا فلوس عند العميل، دي برضو هنسجلها كريفينيو وهنسجلها في الدفاتر المحاسبيه. ليه؟ عشان وفقا للمبدأ ده بيقول لك الايراد يتسجل جوه الدفاتر المحاسبيه، سواء انت استلمت الفلوس بتاعت الايراد او لسه ما استلمتهاش، المهم ان انت قدمت الخدمه او بعت المنتج. طيب، وبالنسبه للمصروفات، قال لك بالنسبه للمصروفات او الاكسبنسز برضه هتسجلها امتى بقى؟ لما تستفيد incurred او happened، يعني لما تستفيد من الخدمه. يعني انا دلوقتي مثلا بندفع مصاريف الكهرباء مثلا، دي مصروفات الكهرباء جوه الشركه. طيب، امتى بنسجل مصروف الكهرباء ده جوه دفاتر الشركه؟ بيقول لك لما تاخد انت تستفيد من الخدمه. يعني امتى؟ لما شركه الكهرباء توصل لك الكهرباء بتاعتك خلال الشهر. ما دام انت استفدت بالخدمه، يبقى انت هتسجل الاكسبنسز في دفاترك المحاسبيه. يعني احنا بندفع 10000 جنيه في الشهر كهرباء جوه المصنع، يبقى انت هتسجل في نهايه الشهر ان انت عندك مصروف اسمه مصاريف الكهرباء ب 10000 دولار. بس احنا دفعناها ولا لسه؟ قال لك لا، بغض النظر، انت هتسجلها بغض النظر هل انت دفعت الفلوس ولا ما دفعتهاش. امال ليه يا عم هنسجلها؟ على اي اساس؟ على اساس ان انت استفدت من الخدمه ديت، او ان دخل لك المنتج اللي انت استفدت منه ده. يبقى احنا تاني الاكسبنسز والريفينيو وفقا لمبدأ الاكيورال بيسز او مبدأ الاستحقاق المحاسبي، احنا بنسجل الريفينيو وبنسجل الاكسبنسز. الريفينيو بنسجلها لما تتم عملية البيع او تقديم الخدمة، استلمنا الفلوس بتاعتها او لا. والاكسبنسز نفس الكلام، هنسجلها لما نستفيد بالخدمه، سواء احنا دفعنا فلوس الاكسبنسز ديت او لسه ما دفعناش المصروف ده. طيب، ده مبدأ الاكريال بيسز او مبدأ الاستحقاق المحاسبي. طيب، ايه المبدأ التاني اللي بنتكلم عنه النهارده؟ مبدأ اسمه الكاش بيسز. طيب، الكاش بيسز بيقول لك والله انت هتسجل الريفينيوز بتاعتك او الايرادات بتاعتك امتى؟ لما تستلم الفلوس. يعني انت كيس الشيبس اللي انت بعته ب 10 جنيه دوت، انت مش هتسجله لما تتم عملية البيع، لا، انت هتسجله جوه الدفاتر المحاسبية لما تستلم ال 10 جنيه. يعني انا هنا لما اعمل عملية البيع واستلم فلوسي، ساعتها بس اقدر اسجلها في الدفاتر المحاسبية كريفينيو. طب والاكسبنسز؟ قال لك نفس الكلام. انت دلوقتي الاكسبنسز بتاعتك هتسجلها جوه الدفاتر المحاسبية امتى؟ لما تدفع الفلوس بتاعت الخدمة. يبقى احنا بنسجل وفقا للكاش بيسز او مبدأ الفلوس الكاش. مبدأ الكاش امتى؟ من اسمها كده الكاش، يبقى لما ندفع او نستلم. يبقى انا هنا مش هسجل الريفينيو الا لما استلم فلوسي، او مش هسجل الاكسبنسز اللي عليا غير لما ادفع الفلوس بتاعت الخدمة او المنتج اللي انا استفدت بيه. طيب، تعالى بقى كده من ضمن المصطلحات اللي بيشرحها لنا في التشابتر، واللي احنا كنا شرحناها اصلا قبل ما الكلية تبدأ، في مصطلحات تجارة انجلش، حاجة اسمها البريبايد اكسبنسز وحاجة اسمها الاكيوريت اكسبنسز. تاني، البريبايد اكسبنسز والاكيوريت اكسبنسز، وكمان نعرف unearned revenue والاكيوريت revenue. طيب، البريبايد اكسبنسز دي مصروفات مدفوعه مقدما. بكل بساطه كده، يعني ايه مدفوعه مقدما؟ يعني دي مصاريف احنا دفعناها من قبل ما نستلم الخدمه. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا ندفع الرنت اكسبنسز. دفعنا ايجار المصنع اللي احنا شغالين فيه دوت لمده 3 شهور قدام. يعني احنا دفعناها مقدما. يعني احنا استفدنا من الايجار بتاع ال3 شهور؟ لا، لسه احنا ما دخلناش ال3 شهور، بس احنا دفعناها مقدما. يبقى اسمها expenses paid before receiving service. انا لسه ما استخدمتش السيرفيس بس دفعت مصاريفها مقدما. وعشان كده احنا دفعنا فلوس، صح كده، ولسه ما استفدناش بالخدمة،
دي تعتبر اسيت. ليه تعتبر اسيتس؟ لان احنا قلنا ان ده من الاصول اللي لينا، احنا بقى لينا عند صاحب الشركه او صاحب المصنع بقى لينا فلوس الايجار، فعشان كده دي اسيتس بتزيد في الديبت سايد وتقل في الكريدت سايد. طيب وايه بقى الاكيوريت اكسبنسز؟ قال لك الاكيوريت اكسبنسز او المصروفات المستحقه دي اكسبنسز حصلت واستفدنا منها، خدمه استفدنا منها والمصاريف بتاعتها لسه ما دفعناهاش. يعني ايه؟ يعني انت دخلك الكهرباء بتاعت شهر واحد، تمام؟ انت دلوقتي دخلك الكهرباء بتاعت شهر واحد وشهر واحد خلاص خلص، بس انت لسه ما دفعتش. يبقى انت استفدت من الخدمة لكن لسه ما دفعتهاش، عشان كده دي مصاريف مستحقة عليك. يعني ايه مستحقة عليك؟ يعني لازم تدفعها. ودي ما دام هي لازم تدفعها ومصاريف مستحقة علينا جوه الشركة، تبقى ده التزام، يعني دين، يعني liability. وما دام التزام ولايبيليتي هنتمثل مثلا ان هي اكونت بيبل، ودي بتزيد في الكريدت سايد وبتقل في الديبت سايد. طيب ايه تاني؟ قال لك بقى تعالى في مصطلحين كمان اسمهم unearned revenue unearned revenue والاccurate revenue. unearned revenue دي معناها ايرادات مؤجله. يعني ايه ايرادات مؤجله؟ يعني احنا عملنا عمليه بيع، بعنا كيس الشيبسي واستلمنا فلوس الريفينيو. استلمنا فلوس الريفينيو بس استلمناها ان ادفانس. يعني ايه بقى ان ادفانس؟ يعني احنا استلمنا فلوس الخدمة او فلوس البضاعة من قبل ما نقدم الخدمة او نقدم البضاعة. واحدة واحدة، واحدة واحدة. تاني، انا هنا عندي الان ايرند ريفينيو من اسمها كده، هو ايراد غير مكتسب. يعني ايه ايراد غير مكتسب؟ يعني انا بقول لك ايه، هبيع لك كيس الشيبسي دوت الاسبوع اللي جاي، بس انت هتديني فلوس الكيس الشيبسي دوت النهارده، مش هتدهاني لما اقدم لك الخدمه او اقدم لك كيس الشيبسي. يبقى دي ريفينيو احنا بنستلمها جوه الشركه ان ادفانس. دي مقدما، اديني فلوسي قبل ما ادي لك البضاعه بتاعتك. والسيرفيس اللي احنا المفروض نقدمها لك مقابل الفلوس ديت لسه ما قدمناها لكش، وعشان لسه ما قدمناها لكش واحنا خدنا فلوس، بقى علينا لايبيليتي او التزام بيزيد في الكريدت ويقل في الديبت. اما الاكيوريت ريفينيو دي ايرادات مستحقه. دي فلوس مستحقه لينا، احنا عايزين الفلوس ديت. يعني احنا قدمنا الخدمه الاول بس لسه العميل ما عطاناش الفلوس. يعني احنا قدمنا الخدمة بس لسه العميل ما عطاناش فلوس، وبما ان العميل لسه ما عطاناش فلوس يبقى احنا لينا فلوس عند العميل. يبقى account receivable بتزيد في الديبت وتقل في الكريدت، والاكونت ريسيفبل هي من الاسيتس. تمام يا شباب؟ احنا الكلام دوت شارحينه، احنا بنعيد عليه لان هو جايبه تاني في التشابتر. وفي اي نقطة انا بشرحها زي ما اتعودنا، لو عندك اي سؤال او مش فاهم اي نقطة اكتب لي في الكومنتس وانا هعيدها لك مرة واثنين وثلاثة. طيب نيجي بقى لعملية الادجستنج. خلاص كده هو خلص في التشابتر الجزء النظري، ونيجي بقى لموضوع الحلقة بتاعت النهاردة، وهي التعديل او التعديلات اللي بتتم على القيود المحاسبية. تعال نفترض ان في شركة اشترت سبلايز. الشركه دي اشترت سبلايز، يعني مثلا ادوات مكتبيه. نزلت اشترت بقى اقلام للمحاسبين والناس اللي شغاله عندها والات حاسبه وحاجات من ديت. طيب مش السبلايز دي احنا خدناها انها من الاسيتس؟ طب واحنا اشترينا السبلايز، معنى كده ان السبلايز زادت، والاسيت لما تزيد تبقى في الديبت سايد، عشان كده بنسجل السبلايز في الديبت سايد. طيب لما جينا اشتريناها دفعناها ازاي؟ قال لك والله لما جينا نشتري السبلايز ديت دفعنا حقها كاش. دفعنا كاش، يعني الكاش عندنا في الشركة قل، يبقى على طول كريدت سايد. طيب سجلنا الكاش في الكريدت سايد، ودي ممكن طبعا نعدلها. يعني لو هو احنا هنا ما دفعناش كاش ودفعنا اون كريدت، او خلينا الفلوس اللي علينا دي اون كريدت،
يعني احنا بنقول للمورد ادينا السبلايز وهندفع لك بعدين، يعني ده دين علينا. ممكن يبقى هنا ممكن نسجلها accounts payable. تمام، لكن هو جايبها لك هنا ان انت دفعت فلوسها كاش. طيب السبلايز دي بقى احنا سجلناها هنا اهو، احنا سجلنا السبلايز اهو في القيود المحاسبيه. جت بعد فتره قال لك والله السبلايز ديت احنا بنستخدمها. اه مظبوط، ما انت جايبها عشان تستخدمها. طيب ما انت مسجلها مثلا هنا، مثلا نفترض ان احنا كنا شاريينها ب 1000 دولار، انت جيت استخدمتها، معنى كده ان ال 1000 دولار دي قلت جوه دفاتر الشركه، وعشان كده هنحول السبلايز دي انها استخدمت يبقى قلت، يبقى الاسيت لما يقل يبقى في الكريدت سايد. تمام. طيب خلاص عرفنا ان هنا السبلايز دي قلت فسجلناها از كريدت سايد. قال لك بقى الجانب الديبت ده هيكون سبلايز اكسبنسز. دي مصاريف بتاعه السبلايز او الادوات المكتبيه، واحنا عارفين ان الاكسبنسز ده ديبت سايد، يبقى هنا هتزود الاكسبنسز والسبلايز تقل. هي دي المفهوم بتاع التعديلات. انا سجلت معامله ماليه جوه الشركه، لكن حصل بعديها شويه تعديلات، ان مثلا السبلايز دي احنا استخدمناها او احنا اشترينا تاني، يعني زودنا السبلايز تاني جوه دفاتر الشركه، يبقى برضو هنقلل. على حسب المثال دوت ان احنا هنا استخدمنا السبلايز، يبقى هنقلل السبلايز في الكريدت سايد، وهنا هيزيد معانا مصروف السبلايز في الديبت سايد. طيب تعالى بقى ناخد اسئله ونعرف ازاي بتيجي في الامتحان. ايه اصلا فكره السؤال بتاعت عمليه الادجستنج ده؟ بيقول لك والله في 1/1/2020، في 1/1/2020 السبلايز او الادوات المكتبيه جوه الشركه كانت بقد ايه؟ ب 5000 دولار. 1/1 يعني ده ايه ده؟ وانا بقرا بقى السؤال جوه الامتحان ابدا اركز، هو مديني 1/1 في بدايه الفتره، يبقى ده البيجيننج بالانس. وانا ماسك ورقه الامتحان كده ابدا افنط كده وانا بقرا واحده واحده. بيقول لي في 1/1/2020، خلاص يبقى ده اكتب فوقيها كده في ورقه الاسئله البيجيننج بالانس. السبلايز وانا برضو ماشي اقول السبلايز دي الادوات المكتبيه دي اسيتس، دي اسيتس. وضح بقى كده ايه السؤال، فنطه وانت بتقراه. الاسيتس عندنا كانت في بدايه السنه بكام؟ ب 5000 دولار. جميل يا عم. قال لك خلال السنه الماليه ديت الشركه راحت اشترت اكسترا سبلايز، اكسترا سبلايز ب 15000. الشركه اشترت سبلايز. يعني ايه اشترت سبلايز؟ يعني هنا السبلايز كل ده انا بكتبه على ورقه الاسئله، يبقى اقول لنفسي ان السبلايز زادت ب 15000، وبما ان السبلايز زادت يعني دي هتكون ديبت سايد لانه اسيت. طيب بيقول لك بقى ايه؟ if you know that، لو انت عرفت ان في نهاية السنة المالية ديت، في نهاية 31/12/2020 ده على طول، يبقى انا هنا دوت الاندنج بالانس، او انا بكتب اهو الاندنج بالانس، الاندنج بالانس. يبقى هو دي طريقه ان انا اقرا السؤال واجمع الافكار من قبل حتى ما اشوف هو طالب ايه. بيقول لي في 31/12، خلاص يبقى ده الاندنج بالانس، دي البالانس او الرصيد النهائي اللي موجود في الشركه في يوم 31/12. السبلايز اون هاند، بص بقى المصطلح ده بيقول لي السبلايز اون هاند. ايه السبلايز اون هاند ديت؟ السبلايز اون هاند يعني دي في نهاية السنة بنبص عندنا لقينا ان ده الرصيد النهائي اللي موجود جوه الشركة. يبقى احنا في بداية 1/1/2020 كان عندنا ب 5000 جنيه سبلايز، والشركة راحت زودت اشترت سبلايز ب 15000 جنيه، وبنبص في نهايه السنه، بنبص في نهايه السنه لقينا ان كل السبلايز اون هاند، يعني كل السبلايز اللي موجوده جوه الشركه بكام؟ ب 10000 دولار. طيب ايه المطلوب بقى يا عم الحاج؟ بيقول لك prepare adjusting entries في 31/12. طيب احنا خلاص فنطنا المساله، نعمل ازاي بقى عمليه الادجستنج انتريز؟
بص بقى الإجابة. لما نيجي نبدأ نحل المسألة ونعمل الادجستنج انتريز، احنا بقى هننزل الترجمة اللي احنا مترجمينها واللي كتبناها اهو على ورقة الأسئلة عشان توضح لي الدنيا ماشية ازاي. هقول له والله ان الكوست اوف سبلايز ديت قبل ما اعمل الادجستنج انتريز انا لازم اعرف الكوست بتاعت السبلايز او التكلفة، تكلفة الادوات المكتبية ديت. عايز اعرف تكلفتها علينا في الشركة واقفة بكام. فقال لك عشان تجيب التكلفة هنجيب الرصيد او البيجيننج بالانس في بدايه المده واجمع عليه الحاجات اللي احنا اشتريناها واشيل منهم السبلايز اون هاند. مش فاهم يعني ايه؟ يعني انت عشان تجيب تكلفه السبلايز ديت هنقول قانون بتاعها هو رصيد بداية المدة اللي ابتدينا بيه في بداية السنة المالية، الرصيد في البداية، رصيد بداية المدة، واجمع عليه لو خلال السنة اشترينا حاجة هحط البرشيسز اجمعهم على بعض، وفي نهاية السنة اشوف انا عندي قد ايه من السبلايز واشيلهم من السبلايز اون هاند. طيب هو مديني البيجيننج بالانس اهو. عرفت بقى فايدة الترجمة ايه وانا ماشي على ورقة الاسئلة؟ خلاص انا عرفت ان دوت البيجيننج بالانس كان ب 5000. خلاص يبقى انا هنا احط ال 5000 دولار واجمع عليها البرشيسز. هو قال لي ان هو اشترى سبلايز ب 15000 دولار. تمام، يبقى انا هنا هحط 5 زائد 15000 دولار واشيل منهم السبلايز اون هاند. السبلايز اون هاند بكام؟ هو مديهاني برضو، كان قايل لي ان السبلايز اون هاند بكام؟ ب 10000 دولار. يبقى انا هنا هجمع الخمسة والخمستاشر واشيل منهم ال10000 دولار عشان يساوي 10000 دولار. يبقى دي ايه بقى؟ دي التكلفة بتاعت السبلايز. دي التكلفة بتاعت السبلايز اللي عندنا جوه الشركة. نيجي بقى نعمل ايه؟ نعمل الادجستنج انتريز في 31/12. تعالى بقى هنا ازاي نعمل الادجستنج. وهو ده اللي هو عايزه، ده المطلوب. طب نعمل الادجستنج ازاي؟ الجدول اللي احنا بنسجل فيه اي معامله محاسبيه، بنقول هنا التاريخ، وده الاكسبلانيشن او وصف الحدث او الايكونوميك ايفنت جوه الشركه، وده الجانب الديبت وده الجانب الكريدت. فبنقول له والله ان الادجستنج او التعديل اللي انت عايزه في 31/12 اللي حصل ان احنا على جنب كده ان احنا كان عندنا سبلايز واشترينا سبلايز، وفي نهاية السنة كان عندنا المتبقي او السبلايز اون هاند ب 10000 دولار. صح كده؟ طيب يبقى اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا عندي سبلايز اشتريناها فزادت في الديبت سايد ب 15000 دولار. صح كده؟ وهو مش مديني ان انا دفعتها كاش او لا. فلما اجي اعمل الادجستنج هقول له والله ان انا السبلايز اللي عندي في نهاية السنة قلت بكام؟ ب 10. قلت ب 10000. وما دام هي قلت وده ديبت سايد يبقى السبلايز دي اسيتس، يبقى لما تقل هتقل في الكريدت سايد ب 10000. طيب انا ليه حطيتها ان هي قلت وليه حطيتها انها كريدت سايد؟ ما احنا قلنا انت في بداية السنة كان عندك 5، كان عندك 5000، ورحت بعد كده اشتريت ب 15000. خلاص، فلما جيت سجلت في بداية السنة ونص السنة كان عندك ب 20000 سبلايز. طب هو عايز الادجستنج دي امتى؟ قال لك دي في نهاية السنة. يبقى انا في نهاية السنة السبلايز عندي كانت بكام؟ اهو السبلايز اون هاند كانت ب 10000 دولار، يعني قلت من 20 ل 10. عشان كده السبلايز هنا حطيناها انها قلت في الكريدت سايد ب 10000، والديبت سايد هيكون السبلايز اكسبنس او مصروفات السبلايز او الادوات المكتبيه دي. تمام. طيب تعالى ناخد مثال تاني. بيقول لك في 20/2
يوم 20/2/2020 HO2 كومباني، الشركه بتاعت HO2 ديت، راحت اشترت سبلايز ب 10000 دولار. يبقى انا هنا في ورقه الاسئله انا بقرا السؤال اهو، لسه ما اعرفش هو عايز ايه، وانا بقرا السؤال هو هنا اشترى السبلايز. السبلايز دي اسيتس، وما دام هو اشترى يعني الاسيتس دي زادت، يبقى ده على طول في الديبت سايد. تمام. بكام يا عم الحاج؟ قال لك ب 10000. بس اشتراها ازاي؟ اون كريدت. اشتراها بالدين. راح للراجل قال له انا هشتري منك ب 10000 سبلايز، بس اعذرني هسددهم لك كمان شهرين ثلاثه اون كريدت. وانا بترجم على طول او جاي واخدها كده واكتب فوقيها ان اون كريدت دي لايبيليتي على الشركه. يعني ايه اون كريدت او لايبيليتي على الشركه؟ يعني احنا هنا اكونتس بيبل زادت، والاكونتس بيبل زادت يعني اللايبيليتي زادت، يبقى الكريدت سايد. تمام. طيب جينا في 31/12. في 31/12 يعني ده الاندنج بالانس، لقينا ان السبلايز اون هاند، خلاص بقى عرفنا المصطلح ده سبلايز اون هاند، يعني ده رصيد السبلايز عندنا في نهايه المده بكام؟ ب 5000 دولار. طيب ايه المطلوب يا عم؟ قال لك بريبير الجورنال انتري. ده عايز بقى هنا دي اسئله الفيديو اللي فات او تشابتر 2. اعمل الجورنال انتري، وكمان بوست تو ليجر، ده الكلام اللي خدناه في التشابتر اللي فات، شابتر 2 في الفيديو اللي فات. انا هنا بجمع لك اسئله تضم الشباتر مع بعض. وكمان قول لي شو دي افكت او تاثير كل اللي حصل جوه الشركه على الانكم ستيتمنت والبالانس شيت. طيب تعالى بقى نبدا باول حاجه، هو عايز الجورنال انتري. طيب هنسجل الجورنال انتري ازاي؟ هنسجل الجورنال انتري ان هو هنا احنا قلنا ان الجورنال انتري هتكون الديت والاكسبلانيشن الديبت والكريدت، ده الجدول اللي احنا عارفينه. واقول له ان في 20/2 يوم 20/2 اهو بدايه الرصيد او بدايه المعامله، في يوم 20/2 انت مديني ان الشركه دي راحت اشترت سبلايز ب 10000 دولار. يبقى انا هنا السبلايز زادت عشان دي اسيت، السبلايز زادت ب 10000 دولار، واشتريناها اون كريدت. يعني ايه؟ يعني الاكونتس بيبل زادت، يعني الالتزام اللي عندنا زاد ب 10000 دولار. طيب لما نيجي بقى نعمل الادجستنج، احنا زي ما اتفقنا في المثال اللي فات، لما نيجي نعمل الادجستنج هناخد الاول الكوست اوف سبلايز عشان نعرف في نهاية السنة رصيدنا كام. طيب الكوست اوف سبلايز احنا عرفنا ان احنا بناخد البيجيننج بالانس ونجمع عليها البرشيسز ونطرح منها الرصيد اون هاند او السبلايز اون هاند اللي هو الرصيد في نهاية المدة. طيب البيجيننج بالانس، هل هو مديني بيجيننج بالانس؟ تعال نشوف في السؤال. هل هو مديني رصيد 1/1/2020؟ لا. في السؤال هنا هو بادئ معانا ان في يوم 20/2 الشركه راحت اشترت، لكن ما قاليش ان الشركه في بدايه 1/1/2020 كان عندها رصيد بقد كده. يبقى انا هنا عندي البيجيننج بالانس هحطه بزيرو، واجمع عليه اللي الشركه اشتريته. الشركه اشترت سبلايز بقد ايه؟ قال لك والله الشركه راحت اشترت سبلايز ب 10000 دولار. تمام. الشركه راحت اشترت ب 10000 دولار. يبقى احنا نجمع البيجيننج بالانس على البرشيزز ونطرح منها البرشيزز السبلايز اون هاند اللي احنا مديها لنا في المساله ب 5000 دولار. يبقى 10 من 5 يدينا 5000 دولار. ده الكوست اوف سبلايز او تكلفه الادوات ديت، الادوات المكتبيه دي تكلفتها علينا في نهايه السنه. يبقى انا لما اجي اعمل الجورنال الجنرال ليدجر هقوم جاي بقى قايل ايه؟ احنا هنا في الجنرال ليدجر، خلي بالك الجنرال ليدجر اللي خدناه في التشابتر اللي فات، عرفنا ده بيتعمل ازاي. هناخد من الجنرال جورنال الارصده ونحطها في التي اكاونت،
الجنرال ليدجر ده بتاع التي اكاونت، ده بتاع التي اكاونت. طيب تعالى بقى ناخد ال الارصده من الجنرال ليدجر اللي احنا عملناه، الجنرال جورنال اللي احنا عملناه. طيب هنقول هنا ان السبلايز وادي الديبت سايد والكريدت سايد. السبلايز حصل فيها ايه؟ والله السبلايز احنا يوم 20/2 رحنا اشترينا سبلايز اهو، رحنا اشترينا سبلايز، يعني السبلايز زادت ب 10000 دولار. يبقى انا هنا هحط الرصيد اللي حصل ان السبلايز اهي، السبلايز زادت ب 10000 دولار، يبقى احطها في الديبت سايد. طيب وايه اللي حصل كمان؟ قال لك ان في نهاية السنة، في نهاية السنة لقينا ان الرصيد بتاع السبلايز اون هاند، السبلايز اون هاند كان كام؟ كان 5000 دولار اهو. دي السبلايز اون هاند دي في نهاية الفترة او في نهاية السنة لقيناها ب 5000. يبقى انا هنا احط السبلايز انها قلت بكام؟ قلت ب 5000 في يوم 31/12. يبقى على طول 10 من 5، يبقى الاندنج بالانس بكام؟ ب 5000 دولار. طيب تعالى بقى نشوف السبلايز اكسبنسز. ايه السبلايز اكسبنسز ديت؟ ان انا هنا الشركه لما راحت او لما جينا نعمل الادجستنج او التعديل، تمام، قلنا ان ما دام الرصيد بتاع السبلايز ده قل، يبقى احنا بنسجلها عن طريق انها سبلايز اكسبنسز، والسبلايز قلت في الكريدت سايد. تمام، قلت بكام؟ لحد 5. يبقى انا لما احط السبلايز اكسبنسز هقول ان في تاريخ 31/12 السبلايز ديت اكسبنسز كانت ب 5000 دولار، وده الاندنج بالانس بتاعها. ده احنا شارحينه في الفيديو اللي فات او في التشابتر اللي فات. طيب السؤال التاني هو عايز ايه؟ بيقول لك شو، وريني بقى الايفكت اللي حصل على الانكم ستيتمنت والبالانس شيت. طيب تعالى بقى، ما احنا عارفين ان الانكم ستيتمنت من التشابتر الاولاني، عارفين ان الانكم ستيتمنت عباره عن ايه؟ الانكم ستيتمنت ديت اهي، الانكم ستيتمنت عباره عن ريفينيو ماينس اكسبنسز، صح كده؟ تمام. طب مش احنا الاكسبنسز بتاعت السبلايز دي اللي احنا خدناها سبلايز اكسبنسز كانت زادت ب 5000؟ ده فين الكلام ده؟ اهو احنا لسه واخدينه. ادي السبلايز اكسبنسز كانت زادت ب 5000 دولار. يبقى انا هنا ما دام الاكسبنسز زاد اهو، تعالى بقى نرجع هنا اهو، السبلايز اكسبنسز ما دام الاكسبنسز زاد، يبقى ده بيقلل في الانكم ستيتمنت لان هو بالماينس. ادي الريفينيو ماينس اكسبنسز، كل ما المصاريف اللي هي علامتها بالماينس تزيد، ده معناه انه بيقلل في الانكم ستيتمنت. عشان كده بنقول ان السبلايز اكسبنسز هتقلل والريديوس الانكم ستيتمنت. طيب وبالنسبه للبالانس شيت، هنا السبلايز اللي هي عباره عن اسيتس، عباره عن اسيتس. تعال نشوف كده الاول البالانس شيت دي عباره عن ايه. احنا قلنا ان البالانس شيت دي عباره عن الاسيتس، اللايبيليتيز والاونرز ايكويتي، صح كده؟ تمام. طيب في اي تاثير حصل في اي جانب من دول؟ قلنا ان الشركه راحت اشترت اسيتس اللي هي السبلاي، يعني زودت الاسيت، وما دام الاسيت زاد يبقى دوت بيزود في البالانس شيت، بيزود الاسيتس جوه البالانس شيت. طيب تعالوا بقى شباب ناخد مصطلح عندنا اسمه الديبريشيشن او الديبريسيشن، بتتنطق كده وبتتنطق كده. الديبريشيشن ده يعني ايه؟ الديبريشيشن معناه الاهلاك. يعني ايه برضو؟ يعني الشركة راحت اشترت ماشين،
راحت اشترت ماشين، راحت اشترت مكنة انتاج. مكنة الانتاج ديت زي اي حاجة في الدنيا ليها عمر افتراضي، هتفضل تطلع لنا قماش لمدة 10 15 20 سنة، وبعد كده هيتم اهلاكها. يعني ايه بقى هيتم اهلاكها؟ يعني قيمتها بتقل مع مرور الزمن. قيمتها وقدرتها على الانتاج بتقل مع مرور الوقت او مرور الزمن. طيب لما لا نهايه؟ قال لك لا، مش لما لا نهايه ولا حاجه، لحد العمر الافتراضي بتاعها. يعني مثلا لما رحنا نشتري المكنه، الراجل المهندس او الشركه المصنعه بتاعت المكن دوت قالت لنا ان عمرها الافتراضي 15 سنه. خلاص، يبقى احنا هنفضل نستخدم المكنه دي لمده 15 سنه، وخلال ال 15 سنه، سنه ورا سنه ورا سنه، بنلاقي ان قيمتها بتقل. هو ده الديبريشيشن. وعشان كده تعريفه بيقول لك انه systematic allocation. انه سيستماتيك الوكيشن يعني دوت تخفيض او تقليل بسيستم او ممنهج للفيكسد اسيتس. احنا هنا بقى مش بنتكلم الاهلاك دوت بيتم لايه، بيتم للاصول الثابته فقط. الاصول الثابته فقط اللي هي الفيكسد اسيت، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الماشين، اللي هي الايكويبمنت، اللي هي الماشين والايكويبمنت والكارز، السيارات بتاعت الشركه، كل الاصول الثابته. اه ده بيقلل في تكلفه الاصول الثابته to the period، للفتره اللي احنا بنستخدمها او بنستفاد بيها من الفيكسد اسيت ده، زي ما شرحنا في مثال الماشين او المكنه. طيب انت بتقول لي هنفضل للبيريد اللي بنستفيد بيها من المكنه. ايه بقى البيريد ديت او الفتره دي؟ الفتره اللي بنستخدمها لحد ما المكنه توصل لحد عمرها الافتراضي بنسميها اليوسفول لايف اوف اسيتس. اليوسفول لايف اوف اسيتس اللي هو العمر الافتراضي بتاع الفيكسد اسيت. وخلي بالك، خلي بالك، دي نقطه مهمه جدا ودايما بتيجي ترو اور فولس او تشويسز. كل الفيكسد اسيت بيتم اهلاكها، كل الفيكسد اسيت بيتم اهلاكها على عمر افتراضي معين، ما عدا الفيكسد اسيت الوحيد الذي لا يتم اهلاكه هو اللاندز، الاراضي. الارض لا يتم اهلاكها. ليه لا يتم اهلاكها؟ لان الارض ثابته موجوده، عدت سنه، عدت سنتين، عدت 100، مش بيقلل حاجه من قيمه الارض، وعشان كده لا يتم اهلاكها. يعني احنا لما نيجي نشتري ارض النهارده جوه الشركه، مش هنقول ان بعد 20 30 سنه الارض دي قيمتها هتقل، لا بالعكس، دي قيمتها بتزيد ولا يتم اهلاكها، يعني لا ينقص من قيمتها شيء. وعشان كده كل الفيكسد اسيت بيتم ليها عمليه ديبريشيشن او اهلاك، ما عدا الاراضي اللي هي اللاندز لا يتم اهلاكها. ودي بتيجي في اسئله التشويسز وفي اسئله الترو اور فولس. طيب ازاي بقى بنسجل الديبريشيشن ده؟ قال لك القيد بتاع الديبريشيشن بيتم على مرحلتين. دلوقتي احنا رحنا اشترينا المكنه دي، فلما يتم عملية الشراء للمكنة اللي هي أصلا أسيت، خلاص احنا عارفين بقى إن الأسيتس دي بتزيد في الديبت سايد، يبقى أنا هحط قيمة الأسيت في الديبت سايد وأشوف أنا دفعت قيمتها إزاي. والله لو دفعناها بالكاش يبقى الكاش قل في الكريدت سايد. طيب لو دفعناها اون كريدت، يعني اون كريدت يعني بالدين، جبناها بالدين، يبقى انا هنا هقول ان الاسيت زاد في الديبت سايد، وهنا الاكونتس بيبل زادت في الكريدت سايد. طيب ازاي بقى بيتم عملية التعديل عليها؟ يعني ايه بقى عشان تفهم اكتر معنى الادجستنج؟ انت مش قلت لي ان احنا اشترينا مكنة ماشين مثلا في بداية السنة؟ ما المكنة دي انت قلت لي ان ليها عمر افتراضي، يعني سنة ورا التانية هيتم اهلاك المكنة ديت، صح كده؟ عشان كده بقى بيتم عملية
التعديل في القيد، التعديل المحاسبي، بدل ما كنا مسجلين الاسيتس ديت او الماشين ديت ب 100000 جنيه، دي تكلفتها علينا. التكلفه دي هتقل. التكلفه دي هتقل بايه؟ بالديبريشيشن، اهلاك المكنه، لان قيمتها بتقل. فلما نيجي نسجلها في الادجستنج هنقول ان ده مصروف الاهلاك depreciation expenses. والديبريشيشن اكسبنسز زيه زي اي اكسبنسز بتزيد في الديبت سايد. والجانب الكريدت قال لك الجانب الكريدت ده هيكون الاهلاك التراكمي سنه ورا سنه من عمر افتراضي للمكنه. الاكيوميليتد ديبريشيشن هتزيد هي كمان في الكريدت سايد. طيب، وعشان كده بنقول تاني، انا عايز افهمك النقطه دي تاني واحده واحده. تاني، احنا دلوقتي بنعمل ادجستنج للانتري اللي تمت جوه فين؟ جوه المكنه اللي اشتريناها ديت. انت قلت لنا ان المكنه لما نشتريها بتفضل عمرها الافتراضي 10 سنين، قيمتها بتقل سنه ورا سنه، صح كده؟ ما دام قيمتها بتقل وبيحصل لها عمليه اهلاك يعني ديبريشيشن، يبقى احنا عندنا مصروف اهلاك بيزيد سنه بعد التانيه. بيزيد المصروف، يبقى ده ديبت سايد. والمكنه ديت بيحصل لها اهلاك، فبيتم accumulated depreciation يعني اهلاك تراكمي، اللي احنا قلنا عليه بيتم سنه ورا الثانيه، بيزيد هو كمان للمكنه، فتبقى في الكريدت سايد. بس خلي بالك بقى ان الديبريشيشن ده عباره عن ايه؟ الاكيوميليتد ديبريشيشن ده عباره عن كونترا اسيت. تاني، الديبريشيشن او الاكيوميليتد ديبريشيشن ده عباره عن كونترا اسيت. انا اوضحها لك هنا اهو تاني. الاكيوميليتد ديبريشيشن او الاهلاك التراكمي دوت، ده عباره عن كونترا اسيت. يعني ايه كونترا اسيت؟ يعني بيقلل في قيمه الاسيت. طب ما دي احنا خلاص بقى فهمناها. ما احنا قلنا ان الاسيد دوت بيحصل له اهلاك سنه ورا التانيه. ومعنى كلمه اهلاك ان قيمته بتقل. ما دام قيمته بتقل، اللي بيعمل دوت هو الاكيوميليتد ديبريشيشن، عشان كده بنسميه كونترا اسيد. يبقى الاكيوميليتد ديبريشيشن او الاهلاك التراكمي ده كونترا اسيد، بيقلل في قيمه الاسيد سنه ورا التانيه. طب وبنحطه كريدت ليه؟ قال لك ما خلاص بقى انت هتحطه كريدت لان الديبريشيشن ده شغال على العمر الافتراضي سنه بعد التانيه، عمال بيزيد. وكل ما بيزيد بص ايه اللي بيحصل؟ بيقلل في قيمه الاسيت، عشان كده بنحطه في الكريدت سايد. تمام يا شباب؟ طيب، تعالى بقى ازاي بنحسب ايه الديبريشيشن؟ هاو تو كالكوليت ذا ديبريشيشن. قال لك والله عشان تحسب الديبريشيشن القانون بتاعه بيقول لك ان الانيوال ديبريشيشن، ركز معايا بقى، الانيوال ديبريشيشن يعني الاهلاك السنوي. يعني ايه؟ يعني الاهلاك اللي بيحصل كل سنة. طب ما احنا عارفين الترجمة يا مستر لا، انا عايزك تفهم المصطلحات عشان هقول لك ليه كمان شوية. دي بيساوي ايه؟ بيساوي الكوست. ايه الكوست ده؟ دي تكلفة ايه؟ تكلفة الاسيت او الاصل اللي احنا اشتريناه، اللي هي المكنة يعني. طب والكوست ده انا اجيبه منين؟ الكوست ده بيساوي البرشيزنج البرشيزنج برايس. يعني ايه؟ يعني انت لما رحت اشتريت المكنة دفعت فيها 100000، اشتريتها ب 100000، يبقى ده الكوست بتاع الاسيت. طيب، والكوست ده نشيل منه حاجة اسمها السالفج فاليو. ركز بقى معايا، الكوست هنشيل منها حاجة اسمها السالفج فاليو. ايه هو بقى السالفج فاليو دوت؟ ده قيمة الأصل. بص كده ركز معايا، قيمة الأصل اللي احنا اشتريناه دوت في نهاية السنة أو في نهاية المدة. فأنهي مدة بقى؟ في نهاية العمر الافتراضي بتاعه. تاني،
المكنه اللي اشتريناها والراجل قال لنا دي هتقعد معاكم عمر افتراضي 10 سنين، ال10 سنين دول اللي قلنا عليهم السالفج فاليو. يبقى انا باخد الكوست اشيل منه السالفج فاليو اللي هو قيمه الاصل بعد ما يعدي ال10 سنين، يعني في نهايه العمر الافتراضي. والمبلغ اللي هيطلع وطرحته من الكوست اقسمه على ايه؟ اقسمه على اليوسفول لايف. ايه بقى اليوسفول لايف ده العمر الافتراضي. اشوف المكنه دي هتقعد معانا 10 15 20 سنه، يبقى ده اليوسفول لايف او العمر الافتراضي. يبقى تاني الانيوال ديبريشيشن اللي بيحصل كل سنه، الانيوال ديبريشيشن اللي بيحصل كل سنه عباره عن تكلفه الاصل اللي احنا اشتريناه بالبرشيزنج برايس، اشيل منه السالفج فاليو ده قيمه الاصل في نهايه العمر الافتراضي، واقسمه على العمر الافتراضي لما يبقى خرده بعد العشر سنين. طيب انت ليه بقى قلت لنا كل سنه ومش كل سنه؟ لان احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم عن accumulated، زي ما خدنا فوق accumulated depreciation. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت ان الاهلاك بتاع المكنه مثلا ب 5000 دولار، ده معناه الاهلاك ان هيقل قيمه الاصل هتقل ب 5000 دولار. طيب قد ايه؟ كل سنه. يعني في السنه الاولى هتقل 5000 دولار، والسنه الثانيه هتقل 10000 دولار، والسنه الثالثه 15000 دولار، وهكذا لحد العمر الافتراضي اللي هو اليوسفول لايف. تمام كده يا شباب؟ ده كده مفهوم الديبريشيشن وازاي بنحسبه. تعال بقى نحل عليه. بيقول لك اي بي سي كومباني، الشركه دي راحت اشترت ماشين او مكنه ب 100000. ماشي، راحت اشترت مكنه ب 100000، وكان في استيميشن او توقع او تقدير لليوسفول لايف. ده العمر الافتراضي بتاع المكنه 10 سنين. جميل. والسالفج فاليو، السالفج فاليو احنا قلنا ده قيمه الاصل اللي هيوصل لها بعد اليوسفول لايف، يعني بعد العشر سنين المكنه اللي انت اشتريتها ب 100000 هتكون قيمتها 5000 دولار. يا نهار ابيض! طب عايز ايه يا عم الحاج؟ قال لك بقى دلوقتي بريبير ادجستنج انتريز، اعمل لي الادجستنج انتريز اللي احنا لسه شارحينها من شويه، وكمان بوست تو ليدجر، يعني رحلها للجنرال ليدجر او دفتر الاستاذ العام بعد التعديل. وكمان قول لي ايه التاثير اللي حصل ده على الانكم ستيتمنت وعلى البالانس شيت. بكل بساطه لما نيجي نحل السؤال انا فهمت ما دام فيه ديبريشيشن، ما دام في يوسفول لايف وفي سالفج فاليو، يبقى احنا بنتكلم عن ديبريشيشن. يبقى احضر في دماغي على طول القانون بتاع الديبريشيشن، واقول له ان الانيوال ديبريشيشن هيساوي الكوست ماينس السالفج فاليو على اليوسفول لايف. طيب ايه هو الكوست يا عم الحاج؟ الكوست احنا لسه قايلين عليه من شويه، ده البرشيزنج برايس. ده البرشيزنج برايس، ده سعر الشراء. طب وانت شاريها بكام المكنه قال لك المكنه احنا رحنا اشتريناها ب 100000 دولار. خلاص، يبقى الكوست هنا ب 100000 دولار، دي تكلفه الاصل علينا ب 100000 دولار، وهتشيل منها السالفج فاليو. هو قال لك ان السالفج فاليو في المساله بكام؟ السالفج فاليو اهي ب 5000 دولار. يبقى ال 100000 ماينس ال 5000 دولار سالفج فاليو، والعمر الافتراضي اللي هو اليوسفول لايف كان مديهولنا ب 10 سنين. يبقى ال 100000 من ال 5000 على ال 10 سنين يدينا 9500. بص الكلام ده كده بير يير، يعني ايه؟ يعني في السنه، لان الاهلاك سنوي، يعني كل سنه لمده 10 سنين هتفضل المكنه قيمتها تقل ب 9500 دولار كل سنه. طيب تعالى بقى نعمل الادجستنج انتري رقم واحد اللي هو عايزه. خلاص احنا عرفنا الادجستنج انتري دي بتبقى عبارة عن ايه. ان احنا الماشين ديبريشيشن اكسبنس، اقول له في يوم 31 12 من السنة مصروف الاهلاك هيزيد
مصروف الاهلاك هيزيد ب 9000 ونص في الديبت سايد، والاكيوميليتد ديبريشيشن اللي احنا قلنا عليه ده كونترا اسيت، ده كونترا اسيت بيقلل في قيمه الاصل على مده اليوسفول لايف، هيقل الاكيوميليتد ديبريشيشن هيزيد هو كمان ب 9500. طيب تعالى بقى نرحل للليدجر. احنا كده عملنا ايه؟ عملنا الادجستنج. تعالى نرحل للجنرال ليدجر. خلاص هاخد بقى الحسابات والارصده النهائيه. الديبريشيشن اكسبنس احنا لسه جايبينه بكام دلوقتي اهو؟ الديبريشيشن اكسبنس كان ب 9500 في الديبت سايد. خلاص يبقى انا رحله في التي اكونت اللي هو الجنرال ليدجر، اقول له في يوم 31 12 الرصيد في الديبت سايد للاكسبنس ب 9500، يبقى ده الاندنج بالانس افتر ادجستنج. والاكيوميليتد ديبريشيشن كان عندنا في الكريدت سايد، في الكريدت سايد ب 9500 هو كمان، يبقى ده الاندنج بالانس افتر ادجستنج. طيب خلي بالك بقى، دي هنا مش في المسألة بس انا عايز اوضحها لك. احنا قلنا ان الديبريشيشن دوت بنسميه accumulated depreciation عشان بيتم، او annual depreciation يعني سنوي. فلما اجي اقول ان الديبريشيشن اللي احنا حسبناه من شويه ب 9000، ب 9500 دولار، قلنا ده بير يير صح كده؟ يعني ده في السنه الواحده. طب لما نيجي نحسبها في السنه الثانيه، ما ده accumulated، يبقى الديبريشيشن اكسبنس 9500 في اول سنه، لكن لما نيجي نحسبها في تاني سنة يبقى accumulated. يعني ايه بقى accumulated depreciation؟ يعني تراكمي، يعني السنة اللي فاتت ونجمع عليها السنة اللي بعديها ونجمع عليها السنة اللي بعديها لحد ما نوصل ل10 سنين. يبقى اجمعهم accumulated 9500 للسنة الأولى، واجمع عليها 9500 كمان هيقلل قيمة الأصل ب 9500 كمان في تاني سنة أو في السنة التانية. يبقى عندي الاكيوميليتد ديبريشيشن لاول سنتين بكام؟ ب 19000. طب احسبها لي في السنه الثالثه. خلاص ما السنه الثالثه يبقى ال 9500 دول هجمعهم على بعض في هجمعهم على بعض 3 مرات، في السنه الرابعه 4 مرات، في السنه السابعه 7 مرات، لحد ما نوصل لليوسفول لايف اللي هم ال10 سنين. يبقى انا بجمع 9500 بتاعت السنه الواحده 10 مرات. فهمتوا يا جماعه؟ طيب تعالى بقى للإجابة بتاعت السؤال التاني. بيقول لي قول لي ايه الافكتس اللي حصلت على الانكم ستيتمنت والبالانس شيت. يا عم انا مالي، انا بمسك في دماغي الاسئله واحده واحده عشان ما اتلخبطش. انت بتقول لي تاثير على الانكم ستيتمنت، طب هي ايه الانكم ستيتمنت؟ خلاص ما هي ريفينيو ماينس اكسبنسز. طيب احنا عندنا اكسبنسز هنا، احنا اتكلمنا عن الديبريشيشن اكسبنسز، يبقى اقول له على طول والله ان الديبريشيشن اكسبنسز دي ما دام زادت وكانت في الديبت سايد يعني زادت، كل ما الاكسبنس يزيد ده يقلل الانكم ستيتمنت، ده يقلل الانكم ستيتمنت. طيب الاكيوميليتد ديبريشيشن بقى، تعالى بقى انت بتكلمني عن البالانس شيت، عايز تعرف التأثير بتاع البالانس شيت. انت البالانس شيت ديت عبارة عن اسيتس ولايبيليتيز واونرز ايكويتي. طب الكيس بتاع الديبريشيشن هنا بنتكلم عن الاسيتس. طب الاسيتس حصل له ايه؟ قيمته قلت، الماشين كل سنة قيمتها بتقل. ايه السبب؟ الاكيوميليتد ديبريشيشن. عشان كده قلنا انه كونترا اسيت. تاني اهو انا بعيد لك كل شويه عشان تفهم اكتر. الكونترا اسيت حصل ايه؟ الاكيوميليتد ديبريشيشن بقت عماله تاكل في قيمه الاصل، قيمه المكنه سنه ورا الثانيه، فقللت قيمه الاصل. وعشان كده الاكيوميليتد ديبريشيشن هتاثر على البالانس شيت انها تريديوس او تقلل الفاليو اوف اسيت، هتقلل الاسيت في البالانس شيت. طيب ودي زي ما شرحناها، قلنا ان الماشين احنا مشتريينها ب100,000 صح كده؟ الماشين مشتريينها بكام؟ ب100,000. يبقى الماشين هنا هتزيد ب100,000 في الديبت سايد صح كده؟ هتزيد في الديبت سايد.
ونشيل منها الاكيوميليتد ديبريشيشن اللي بتقلل في قيمة الأصل. في السنة الأولى 9500. طب في السنة الثانية دي اكيوميليتد، يبقى ب 19 اللي هم عبارة عن ايه زي ما شرحنا من شوية، ال 9500 زائد ال 9500. 9500 في السنة الأولى، 9500 في السنة الثانية. يبقى كل ما بنقلل سنة ورا الثانية في قيمة الأصل، الناتج اللي بيطلع لنا بيكون اسمه البوك فاليو. يبقى القيمة اللي هتطلع بعد عملية الإهلاك سنة ورا التانية للمكنة أو للفيكسد أسيت اسمه البوك فاليو أو القيمة الدفترية للأصل. ايه القيمة الدفترية ديت؟ ما احنا شاريين المكنة دي ب100,000، سجلناها ب100,000، بس لقينا ان ال100,000 ديت بيتم إهلاكها سنة ورا التانية، فهيبقى الكوست بتاعت المكنة هتوصل للبوك فاليو او القيمه الدفتريه. هنفتح بقى الدفاتر ونعدل في القيمه ديت، نقللها سنه ورا الثانيه ب 9500 كل سنه. فهمتوا يا شباب؟ ده كده البارت الاول من الشابتر 3 اللي بيتكلم عن الادجستنج اكاونت. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشرح البارت 2 عشان نكون خلصنا كده شابتر 1 و2 و3 من ماده الاكاونتنج. والفيديو اللي بعد اللي جاي ان شاء الله هنبدا في شابتر 6 من ماده المايكرو ايكونومي، عشان نكون ماشيين كده مع الكليه كويس جدا، وكمان يكون عندنا فرصه ان احنا نراجع زي ما قلنا في بدايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب، ويا ريت تشير القناة مع اصحابك. وبشكركم جدا لوقتكم. شكرا يا شباب.